كنت فاكرة إن أنا بعد الولادة هارجع لطبيعتي بسرعة، بس اللي حصل كان عكس توقعاتي تمامًا. كنت فاكرة إن الهدوم اللي ما كانتش بتدخل فيّا وأنا حامل أول ما أولد هتدخل فيّا على طول، بس اللي حصل إن أنا بعد الولادة برضه ما دخلتش فيّا ولا بقت تقفل زي الأول، مع إني كنت فاكرة إني هاخس جامد. فجأة حسيت إن جسمي خذلني ودخلت عند. طب مش هاشتري هدوم جديدة وهاخس غصب عني، والنتيجة إن أنا لقيت طقمين بس اللي داخلين فيّا، ودخلت في حالة عند مع الهدوم إن أنا مش هاشتري هدوم جديدة وهاخس يعني هاخس، مع إني لو جبت مقاس أوسع لنفسي هيكون حلو أوي ولايق عليَّ، مش لازم أخس عشان أثبت لنفسي إن أنا ما اتغيرتش، مع إن أنا لو رجعت لنفس مقاس الهدوم أنا برضه اتغيرت، ودي حقيقة كان لازم أعترف بيها، لأن أنا جبت بيبي للدنيا. والتغيير مش بس في شكل جسمي، لأ ده كمان بإحساسي بنفسي قدام المراية. بقيت أحس إن أنا مش شايفة نفسي القديمة، والعلم بالشيء دي حاجة مش وحشة. تاني حاجة بقى واللي محدش بيقولها إن الأم فعلا بتتسحب طول الليل علشان خاطر تاخد بالها من البيبي، ولو بتشتغل فهي مشغولة طول النهار، فمفيش وقت للراحة أصلا. والتعب بقى جزء من اليوم، حتى وشها بقى شكله متغير، بشرة بهتانة، هالات سودا تحت عينيها، وبتحس فجأة وبدون أي مقدمات إنها فجأة كبرت في السن. حتى لو مش كبيرة، الكارثة الكبيرة السيرك اللي بتحس بيه الأم جواها، فجأة عاوزة تعيط، فجأة مزاجها وحش، فجأة حاسة إنها فاضية ومفيش حاجة ليها طعم، غير إن مزاجها دايما متغير. الشعر اللي بقى يقع، بشرتها اللي بقت حساسة وبقى يطلع لها حبوب بعد سنين من اهتمامها بوشها ونفسها. زمان بقى كنت بتهتمي بنفسك، ماسكات بقى وجيم، دلوقتي ممكن تقعدي بنفس البيجامة يوم بحاله وحتى ما تقدريش تسرحي شعرك ولا حتى تنامي، وبتحسي انك مهملة. بس على فكرة انت للأسف أولوياتك اتغيرت، ونتيجة الإهمال ده انت بتفقدي الثقة بنفسك حتى لو انت مش حاسة بده. التغييرات دي مش ضعف، ده دليل على ان جسمك شايل مسؤولية كبيرة وحافظ على حياة. حتى لو شكلك اتغير مش معناه انك فقدت جمالك، انت بس بتمري بظروف معينة. في احساس بقى بيجي لكل ام، غير انها بتكون مبسوطة اول ما تمسك البيبي ومتفاجئة من حجمه، بس هي دايما بيكون عندها احساس بالذنب وانها دايما مقصرة لو نامت شوية او اكلت من غير البيبي ما ياكل، او لو خدت شاور براحتها، فهتبتدي تقول لنفسها ايه ده، لا انت اتدلعتي قوي. بيكون دايما جواها صوت وإنها لازم تعمل أكتر، وده اللي بيخليها دايما مستنزفة. غير إنها ممكن في يوم تصحى وتبص لنفسها في المراية وتقول إيه ده، أنا كنت بحب الفسح والخروج وأتكلم مع الناس وأشتغل وعندي طموح، هو إيه اللي حصل؟ وكأن الدنيا كلها بتدور حوالين البيبي. حتى اسمها بقى مامي فلان، علشان للأسف نسيت هي مين. غير إن الدنيا ممكن تكون ماشية كويس جدًا، بس فجأة تنهاري من غير سبب واضح أو حتى تتحسبي على حاجة تافهة جدًا، وده بسبب إنِك مضغوطة نفسيًا. ومش عيب على فكرة إنِك تحسي بكده، ولا حتى معناه إنِك مش أم كفاية. غير بقى الخوف على كل حاجة، لو البيبي كح أو عطس أو نزلتي من غير البيبي بتبقي مش مرتاحة، حتى وانتي نايمة خايفة لا يفوتك حاجة. وللأسف الخوف ده ممكن يتحول لقلق زيادة ويخليكي مش عارفة تعيشي اللحظة، غير بقى الحاجات اللي انتي بتكوني محتاجاها ومكسوفة انك تطلبيها علشان كل اللي حواليكي بقى شايفينك ان انتي أم ومسؤولة. زي ان حد يسألك عاملة ايه، محتاجة مساعدة، او ان حد يقولك برافو، لان انتي برضو بتبقي محتاجة طبطبة بس بتبقي مكسوفة تطلبيها، أو تعبّري عنها أو تقولي للناس إن أنا محتاجاها، لإنِّك بتخافي الناس تشوفِك نكدية ومش ممتنة فبتسكتي. الأمومة مش بس سهر ورعاية طفل، دي كمان مشاعر متلخبطة ونفسية محتاجة حُضن، والكلام عنها أول خطوة إن إحنا نرجع لنفسنا ونفهم إحنا بنتغيّر ليه. نيجي بقى للأحلام اللي اتحطت على الرف، كان نِفْسِك إن أنتِ تسافري وتشتغلي شغلانات معيّنة أو تفتحي مشروع، بس بعد ما بقى معاكِ بيبي قُلتِ ده مش وقته، يمكن بعدين، والبعدين ده بيطول شوية، بتحسّي إنِّك بعدتِ عن أحلامِك شوية في شوية، وتروحي تبُصّي على أصحابِك اللي لسه ما اتجوّزوش فتلاقيهم عايشين حياتهم عادي، أو تفتحي الإنستجرام وتبُصّي على المامي اللي شكلهم متألق وولادهم بيضحكوا 24 ساعة في ال24 ساعة، وتروحي تبُصّي على نَفْسِك وتقولي أنا فيّا إيه؟ أنا ليه مش عارفة أسيطر على حياتي كده زيّهم؟ وتحسّي إن فيكِ حاجة غلط أو إن في حاجة فايتاكِ، وده بسبب التوقعات الغلط اللي أنتِ كنتِ حاطاها، لإنِّك كنتِ داخلة على الأمومة وأنتِ فاكرة إن أنتِ أم عظيمة، هتعرفي تتعاملي مع كل المواقف، وإن أطفالِك هياكلوا الأكل الصحّي وهيناموا من غير ذنب، لكن الحقيقة عكس كده، فبدأتِ تلومي نَفْسِك.
وتحمليها فوق طاقتها وتقولي أنا أمي مش كويسة، أنا العيب فيا. وعلى آخر اليوم وعلى كل التعب اللي بتوصلي له بتحسي إن ما عملتيش حاجة ملموسة، لا سافرتي ولا ترقيتي ولا حتى خدتي شهادة، بس الحقيقة انت بتربي إنسان ودي مش حاجة قليلة. والأوحش إنك مش لاقي حد يفهم أو يعترف بده. بس على فكرة، الأم مش بس بتغير بامبرز، دي بتغير في نفسها وأحلامها وقلبها، وكمان بتتعامل مع النسخة الجديدة منها واللي لسه بتكتشفها. وعلى فكرة انت مش لوحدك، في ناس كتيرة بتمر باللي انت بتمر بيه ده. بس الأهم إنك ما تستسلميش لده، وخدي وقتك وارجعي لأحلامك على مهلك. ولازم تعرفي إن التغييرات اللي حصلت في يومك وفي أولوياتك بتحصل لكل أم، لكن المجتمع بيحب يوريكي الصورة المثالية للأم. على فكرة، انت مش مقصرة، انت واقعية. أوقات كتير بنتكسف نقول إننا وحشتنا نفسنا القديمة قبل الأمومة، بس الحقيقة انت من حقك تتلخبطي وتتألمي، بس لازم تطلعي من الحزن ده بقوة. وعلى فكرة، الأمومة مش نهاية نسختك القديمة، بالعكس دي بداية نسخة جديدة منك، بس بطريقة تانية. سجلي لنفسك الحاجات اللي بتحبيها واللي بتحلمي بيها حتى لو صغيرة. ولو كل يوم بتقولي لنفسك أنا فاشلة، أنا وحشة، أنا مش كفاية، غيري الكلام ده لأنا قوية، أنا أستاهل أكون مبسوطة وأنا بحاول. وخليكي عارفة إن مفيش زرار بندوس عليه بنقول أنا متقبلة، لا، دي رحلة طويلة فيها up and down. بس كل مرة انت بتختاري نفسك انت بتقربي من التقبل واحدة واحدة. مش لازم تكوني زي زمان، ومش لازم تكوني زي فلانة. المهم تكوني زي نفسك الجديدة اللي بتتغير كل يوم وتتعلم تحب نفسها.